السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة وصفات إلهام اليومية. اليوم غتشوفوا معايا واحد الوصفة زوينة. كان تكتوكة مغربية رائعة. على الطريقة ديالي كنحتاجوا ليها جوج مطيشات، جوج فلفلات. يمكن لكم تضاعفوا المقادير على حسب الاشخاص. كنحتاجوا الثومه، انا كتعجبني الثومه، يعني كل ما كانت كثيره كتكون احسن. كاين هنايا عندنا العطريه ديالنا، التوابل فيها التحميره، الكمون، شويه البزار، مليحه. كنحتاجوا لها كذلك الزيت وزيت العود. اليوم ما عنديش انا زيت العود، ما كيمنعش انني ما نديرش لكم هذه الوصفه ونشاركها معكم. وهي يعني بالنسبه لها زيت العود كيكون من الاساسيات. كناخذوا الفلفله كنغسلوها مزيان وكنحطوها هنايا تشوى. انا غادي نوريكم كيفاش. كما شفتوا معايا كنشعلوا على هذه الطريقه، كنشويو الفلفله ديالنا. في هذا الاثناء انا غادي نقطع هاد المطيشه، غنقطعها مربعات صغيورين، ونقطع الربيع ديالي ونقشر الثومه ونحكها. كما كتشوفوا معايا مره نقلبوها بهذا الشكل حتى كتشوى معنا مزيان. يلا شقات برك. كما شفتوا بدات تشوى لينا بهذه الطريقه. شفتوا يعني حاولوا من جميع الجوانب تشوى لينا. كنحيدوها وكنديروها في شي بلاستيكه ولا في السلوفان حتى كطيح لنا شويه، عاد كنحيدوا لها القشيره ديالها. ومن كنحيدوا لها القشره ما نديروهاش يعني في الماء باش ما كتفقدش يعني الطعم ديالها، نبقاو عليها غير هكا بايدينا حتى كنحيدوا لها هاد القشيره. انا غادي نوريكم كيفاش. المهم انا غادي نبقى معها حتى تشوى ليا من هاد لابارتي اللي هنايا، وغادي نوريكم كيفاش كنحيد لها القشره. كما كتشوفوا معايا فاحنا كنحيدوا ليها هاد الزريعه، ضروري ما نحيدوها لها صافي. وكنبداو نحطوها هاد الشكل، كنبداو ندير لها بحال هكا، هي راه كطير فاسيلمون، ما كتحتاجش يعني دغيا كتحيد معانا. وما نديروهاش في الماء كما قلت لكم، لان الماء كيحيد لها هذاك الطعم ديالها وما تجيش زوينه. هكا كنبقاو عليها حتى كنحيدوها كلها ونحيدوا لها ديك الزريعه ديالها بهذا الشكل صافي. حتى كنحيدوا لها، خاص يعني شي حاجه قليله راه ماشي مشكل. انا غنبقى معها حتى غادي نحيدها كل هاد القشره. الشيء من كنديروا هذا في هاد الفلفله، من غنديروها في شي بلاستيك ولا كي قلت لكم في السلوفان، فهي راه دغيا كطير معانا القشره ديالها، دغيا كطير معانا. من بعد ما قطعتها هيايا هكايا مربعات، قطعت مطيشه، قطعت الربيع، الثومه حكيتها. دابا هي راه درت الزيت في المقله ديالي ونبداو نطيبوها. اول حاجه كناخذوا الزيت كنشعلوا عليه البوطه، كنزيدوا ليها الثومه اللي حكينا، نتسناو عليها غير شويه بين ما تسخن، ونضيفوا المكونات الثانيه. شوف بدات تسخن معنا صافي كنبداو نضيفوا هاد المطيشه. نضيفوا هاد الفلفله، كنكون هاي يطيحوا لينا مزيان. ونزيدوا العطريه. دابا نزيدوا العطريه، نزيدوا هذا الربيع ديالنا ونخليو هذا الشيء يطيب مزيان. فهاد الاثناء اللي قلت لكم كتزيدوا زيت العود، انا ما متوفرش عندي، ولكن ضروري من زيت العود كيجي احسن والذ.
هي راه ساهله وكتجي زوينه، ونحتاجوها مثلا في هكايا في العيد، نرافقوها مع المشاوي، كتجي رائعه، من المقبلات الزوينه اللي كنستعملوا بزاف. هيا كاينه واحد الريحه تبارك الله طالعه من عندها زوينه. شوف كيفاش كتجي، كنبقاو نحركوها بحال هكا، نحاولوا اننا نضربوها بهذا الشكل باش كتجي زوينه. غنبقاو عليها حتى تطيح كلها. علاش قلت لكم تقطعوها مربعات صغار، كتجي هكا كتجي ساهله، ما نحتاجوش نديروا لها لا مطيشه الحك لا والو، هكا راه كفايه وكتبان لذيذه وكتجي زوينه. شوفوا كيفاش كتجي. صافي دابا كنطفيو عليها، ها هي صافي راه طابت، وكنقدموها بالصحه والراحه كمرافقات. بحال الا رجعتوا للفيديو اللي كان قبل ديال المقبلات ديال زعلوق، حتى هو راه بحال هذا الشكل كنرافقوهم. انا نطفي عليها نرافقوهم مع هكايا كمرافقات اللحوم ولا السمك، كيجيو رائعين، ولا المشاوي. ودابا حنا مقبلين على العيد الاضحى، يعني بحال هاد المقبلات كيجيو زوينين. شفتوا معايا كيفاش كتجي زوينه، كتجي رائعه لذيذه بزاف. وكما قلت لكم فهي مقبله ساخنه كتكال وكنرافقوها مع المشاوي، وتستعملوها ان شاء الله في العيد، وبارطاجيوها مع لا فامي ومع الاحباب. وخليوا لي شي كومونتير زوين، واللي كيشوف قناتي لاول مره كنتمنى انه يعني يشارك ويفعل الجرس باش يبقى يوصلوا اي جديد كنحطه في القناه. وباي باي عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.